لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه جينو يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا دخول جينو لاحد بوابات من رتبه ايه، وطبعا ما كانتش سهله على فريق الهجوم الذي يعتبر تاني اقوى فريق لدى النقابه، وكانوا بيموتوا حرفيا. ولكن لحسن الحظ جينو يتدخل وتحصل مجزره في المغاره، ولكن يقدر يقضي على الوحوش ويكسب جيش جديد وظل جديد ويسمى بكيبا. ولكن سره انكشف، ولكن هم هيقرروا يخبوا الموضوع عن الناس وقرروا يعيدوا تقييم جينو. يا ترى اللي هيحصل، وهل يا ترى جينو هيعود لقلعه الشيطان، وهل هيصبح جينو اقوى من ذي قبل؟ وعشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بنشوف الصحفيين واقفين امام قاعه التقييم، وده بسبب واحد مغرور من الممثلين واصبح من الرتبه ايه، ولكن هو مخبي عن الناس تقييمه عشان يكسب اكبر عدد من المعجبين ولفت الانظار. ويجي الصياد بيك وتشوي، وبيكون بيك عرف من موضوع المغاره ويقول له انا كنت عارف انك كنت هتطلب المساعده مننا، ولكن جينو منع ذلك وقضى على زعيم المغاره. وبيقول له بيك احنا خسرنا واحد من الرتبه ايه، وعلشان كده احنا لازم نساعده. وبيقول له تشوي هو انت عاوز تضم جينو عندك في النقابه، هو انت عاوز تبدا حرب ولا ايه؟ دول بدأوا يتخانقوا على جينو، وبيجي رئيس نقابه حصيد الارواح، وبيكون جينو وصل، وبيكون ليسونج بدأ مؤتمر الصحفي وبيقول ان هو هيبقى صياد تحت قياده رئيس نقابه حصيد الارواح. ومهما كانت رتبتي انا هخاطر من اجل البشريه. بيكون الناس مصدومين لانه هيعتزل الترفيه وهيبقى صياد، وبيكون ليسونج اصلا عارف رتبته وهي من الرتبه ايه، ويكون مخبي على الناس. هو هيبقى صياد لمده سنتين، وبعد السنتين هيرجع للترفيه تاني مع انجازات صياد من الرتبه ايه، وعشان الناس تنسى فضايحه. وبيوصل جينو وبيعطل المؤتمر، ولكن يرفض يدخله. ويجي الرئيس جو ويقول له الصياد ده ضيفي انا، وياخده معاه ويشوف ليسونج ايه اللي بيحصل. ولكن يوقفه الرئيس وو ويقول له ممنوع دخول اي حد هناك. هناك صياد يعيد تقييمه الان ويقول له هو انت عارف انا مين؟ ده انت ممكن تفقد عملك في اي لحظه. ويقول له انا ما اعرفش انت مين، ولكن انت لو هنا عشان تسير المتاعب فانت هتقع في مشكله كبيره. ويدخل الرئيس جو مع جينو وبيساله عن قوته، ويخرج فارس ويقول له الرئيس انا عرفت من وو ان دي مش قوتك الوحيده، ويطلع الجيش بالكامل ويصدم الرئيس. وبيكون تشوي وبيك مرعوبين من قوه جينو، دي قويه جدا. وبيصبح جينو صياد من الرتبه اس رسميا، وبيخرج وبيقابل تشوي وبيك، وكانوا عاوزين يتكلموا معاه شويه ولكن يمشي ويقول لهم انا مستعجل. ويفتح الباب ويلاقي العديد من الصحفيين وتشوفه اخته وتكون مصدومه، وكل من اصدقائه يشوفوه برضه. وبيكون جينو بيتكلم مع ابوه وبيقول له انا فشلت في ضم جينو للنقابه. وبيكون جينو قال له ان هو لازم يستمر في القتال علشان يزداد قوه، ولو انا انضممت للنقابه دلوقتي ده هيعيق تقدمي، وعلشان كده انا عاوزك ترافقني يا جينهو. وبيتضايق ابوه وبيقول له انت اناني في قرارك، وكمان انا اديت المشروع لاخوك ولكنك انت جيت علشان تاخدها، ولكنك خيبت املي في الاخر وانت مستعد تتخلى عن كل شيء. ده عدل بالنسبه لك؟ ويتذكر لحظاته السعيده مع جينو وبيقول له انا اسف بعد كل دوت انا هبقى مع سون. وبيقول له عليك تحمل قرارك. وبيكون جينو لسه بره وبيقول له بيك تعالى معايا انا هخرجك من هنا، وكمان انا عاوز اتكلم معاك شويه. ويقول له مش لازم تعمل كده، ويختفي بسرعه البرق. بيكون شيء مصدوم من سرعته، لكن بيشوف بيك مصدوم جدا، ده اسرع مني، انا ما قدرتش اجري سرعته، ده ازاي قوه على المره الاخيره. وبيروح جينو لمزاد الصياد علشان يشتري معدات مقاومه للحراره لقلعه الشيطان، وبيلاقي رداء جميل جدا ولكن سعره عالي. وبيقول له مفيش تخفيضات او اي حاجه زي ديت. وبيقول له لو انت قدرت تكسر الازاز دوت انت هتاخدها ببلاش. الازاز ده معزز بطاقه سحريه خاصه، حتى صياد من الرتبه ايه لا يمكنه الحاق ضرر به. ويستعد جينو وكان هيكسره، ولكن يوقفه ويقول له حتى مع اقل اهتزاز ممكن تضرب جهاز الانذار. وبيروح جينو علشان يشوف الاسلحه، وبيلاقي ان جينو كسر الازاز من غير ما يلمسه. وبيلاقي الخنجر بيكون عالي جدا، هو مستوى قوه ناب كاسكا. بيطلع جينو خنجر قاتل الفرسان وبينبهر من شكله. بيقول له هيبقى سعره 100 مليون، وينصدم جينو من سعره العالي. وبيكون بيك بيفكر في جينو ومش مصدق قوته الكبيره، ده باين عليه صيادة زيادة قوه. وبتكون جينا متضايقه من جينو لان الصحفيين بيجروا وراها برضه لانها اخته. وبيفتح الباب وبيلاقي جينو قدامه علشان يقعد معاه. بيقول لاخته ان هو هيغيب لمده اسبوع وهيشتغل مع جينو. ويجي الليل وبيكون جينو صاحي ويستدعي الاورك ويعين حراس لاخته، وبيعين جنود يراقبوا المنطقه. وبنشوف في حاجه بتطير في السماء، ويكون جينو مع جينو ويوصلوا لمكان المغاره ويدخل المغاره. وكده بيكون جمع مقاومه النار في المغاره. وبيجي اشعار وبتكون مهمه جديده وهي اجمع ارواح الشياطين الجزء الثاني، وجوائز افضل بكتير من اللي فاتت. ده بقى عندي حافز لاكمال المغاره. ويطلع الطابق 76. وبيكون والد جينهو مش مصدق ان ابنه مشي، ولكن تحصل حاجه غريبه وكان بيغمى عليه. وبيكون في المستشفى وبيكون اتصاب من مرض السبات الابدي، وبيكون نفس المرض بتاع والدة جينو، وده بسبب تعرضه للكثير من المنى السحريه وعشان برضه مناعته ضعيفه. وده بسبب وجوده بالقرب من احد الصيادين لفتره طويله واللي هو جينهو. وبيكون في صيادين ماشيين وبيتكلموا ولكن بيشوفوا حاجه غريبه، وبتكون نمله على هيئه انسان. النمل لقد وصل. بيكون جينو في المغاره وبيقابل شيطان عملاق وبيطلع كيبا ويديله كره الجشع، وبيستخدم قوه كره الجشع ويضرب الشيطان ويبعده عن بكره ابيه. بيكون جينو بيزداد قوه لانه قسم جيشه الى اتنين، الاول هو قتل الشياطين والثاني يبحثون على تسريح الدخول. وبيكون وصل للطابق 80 وبيلاقي المنى بتنقص، ومعناته كده في حد بيموت جيش الظلال. في شياطين عاليه المستوى هنا وبيفكر يروح فين، وهم هاجموا فريق
الثاني ليه، من الرغم ان فريق كيبا بالقرب منهم هم اختاروا الهدف البعيد، وده معناته ان العدو ليس من مستوى كيبا، ده بيختار الخصوم الاضعف منه. هدفه التالي هو تانج، وبيقابل الشياطين وبيهجموا عليهم ويخلصوا عليهم، وبيكون جينو متخفي وبيظهر وبيهجم عليه واحد ويتفادى ضرباته ويطيره بعيد ويخلص على الاتنين التانيين. هل الوحوش بتشعر بالخوف؟ انا دلوقتي عرفت الجواب. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل يا ترى جينو هيقدر يخلص قاعدة الشيطان؟ وماذا سيحصل بعدما وجد الصيادين النملة شبيهة للانسان؟ ده هنعرفه في الحلقة القادمة. ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل بتاعك.